انا ضد استخدام البانسينول على الوش، لان للاسف في ناس كتير قوي بتعمل كده، وده ممكن يسبب لك حبوب تحت الجلد او حبوب عموما، كمان يسدلك المسام. بس البانسينول ده طالع ترند قوي، وهو المفروض مخصص للوش عادي، يعني مش تقيل. وبصراحة دي اول مرة اشوف بانسينول يكون مخصص للبشرة. هو كريم جل ولجميع انواع البشرة. انا بشرتي مختلطة مايلة للدهنية في الصيف، بس في الشتاء بصراحة بتبقى جافة شوية. انا جبت منه اتنين، واحد ليا زي ما بقولكوا بشرتي مختلطة، وواحد لمامتي وهي بشرتها جافة، عشان اقول لكم هو فعلا مناسب لجميع انواع البشرة ولا لا. انا بصراحة ما استخدمتوش كتير، هو قوامه وسط بالنسبة لي، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، بس مش حاسة ان انا اقدر استخدمه كل يوم. يعني انا بستخدم نقطة صغننة قد كده واوزعها على كل وشي، بحس ان هو بيرطبها حلو قوي. بس زي ما قلت لكم مش هقدر ان انا استخدمه كل يوم، لان بالنسبه لي انا كبشره مختلطه دهنيه سيكا تقيل، بس هو قوامه بصراحه خفيف، يعني مش تقيل قوي. اما بالنسبه لمامتي زي ما قلت لكم هي بشرتها جافه، قالت لي ان هو حلو جدا وخفيف معاها، بس هتستخدمه اكتر في الشتاء مش الصيف. بس هو بالنسبه لها كبشره جافه خفيف، وتحتاج ان هي تحط معاه مرطب تاني، مش هتستخدمه لوحده. المفروض ان المكونات الرئيسيه فيه هو فيتامين سي وهيلورونيك اسيد وسيراميد. زي ما قلت لكم هو ترتيبه تحفه، بيرطب حلو. بس بالنسبه للفيتامين سي في حته التفتيح، سواء انا او مامتي احنا لسه ما شفناش نتيجه قوي في حته التفتيح دي. فقولوا لي انتوا هل جربتوه وعمل معاكم مفعول في التفتيح، وترطيبه بالنسبه لكم عامل ازاي؟ بس اهم حاجه اوعوا تستخدموا بنسينول الجسم على الوش، ده خط احمر.